شباب، هذا صوفي اللي من تحت شخصيته عم يضحك على الأطفال اللي عمره أقل من 9 سنوات. صوفي مصطفى جيم أوفر حكى عنه، والدلائل هذا حسابه، شايفين؟ هذا حسابه الرسمي، رح تدخل شوف ستوريات. شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. اليوم ما نزلت فيديو، سوري، سبب الكام. حبيت اطمنكم انه اختفيت يوم عادي، يعني اعذروني، بس راح نكمل باليوتيوب. تمام شباب؟ يلا سيو. اكو موضوع ثاني، هو ابد ما يستحق الذكر، ما يستحق انزل عليه ستوريات، بس الموضوع زاد عن حده، زاد عن حده كلش. خل احكيكم السالفه باختصار لان ما هاي ما عليكم بالباك جراوند شباب. هاي مال فالورانت. هاي يا شباب، هاي قناة واحد من تحت شخصيتي. هذا على اساس انه اني شوفوا شاشة انشقطت، مو حاطها بالجنطة. شو هذا الشخط؟ والله ما ادري شلون راح اسوي. المهم هذا من تحت شخصيتي. تمام. انا يعني اقرا التعليقات ورسائلكم تقول هذا من تحت شخصيتك، لو هاي قناتك الثالثة. يا رجال، من تحت شخصيتي، هذا مو انا، هذا يضحك على العالم. المهم ما احب يعني يشوه سمعتي ويستغل الناس، فبلغت عليه بلاغات وراح تنسد قناته يمكن بعد 4 ايام او شيء. بس ايش سوى يعني؟ خلص الستوريات، على الستوريات اللي وراها نكمل. للعلم مو بس هو، اكو هواي. يعني هسه اذا تكتب مصطفى جيم اوفر 1000 قناة تطلع لك. ليش يا اخي ما عندك شخصية سمي قناة باسمك، سوي محتواك الخاص. المهم ايش سوى؟ من عرف انه قناته راح تنسد، قام ينزل انه تعالوا اشتركوا بقناتي الجديدة. المنشورات، تعالوا نشتركوا بقناتي، وهذا صورتي. ترى هذا هاني منزل صورتي. يا عالم مريضة، والله والله العظيم، عالم مرضى نفسيين بالقرآن. الطب على قناته الجديدة. شوفوا شوفوا شباب، قناة جديدة بيها 1000 وهم نفس الاسم. يعني انا ما شايف واحد يكرر الغلط 3 مرات. هو كان عنده قناة قديمة نفس الشيء وهم بلغت عليه وانسدت، وهاي الجديدة هم بلغت عليه وراح تنسد، ويسوي قناة ثالثة هم نفس الشيء. يا اخي هم راح ابلغ عليه وتنسد. يعني هو يتابعني لان هو اصلا يبوق الستوريات مالتي وينزلهن بمقاطع على اساس هو اني والناس خطأ. الناس على نياتها مصادقة. يا اخي اوفني بحالي، اوفني، ماكو غير مصطفى. خلاص يا اخي، سوي قناة باسمك، ما ادري شو اسمك انت، سوي لك محتواك الخاص. مو بس الحكي، كل من تحليل الشخصية مال كل اليوتيوبرز. هواي من تحليل شخصية فلان فلان يوتيوبر فلان. ليش؟ ليش يعني انت ما عندك شخصية؟ ما تقدر تسوي قناة باسمك؟ عالم ما ادري ايش بيها والله العظيم. المهم شباب، باختصار ما اطول عليكم، هذا مو اني يضحك على العالم. ما ادري شنو فايدته. يستفاد فلوس من مثلا يضحك على العالم. اني مصطفى انا ما اطلب فلوس يعني. كمان تعال انت تعطيني فلوس، تعال مثلا اشحن لك شدات وهاي السوالف، تعال ماينكرافت اشتري لك. ما اعرف شنو فايدتها. اذا تصفون لنا الموضوع كلش يضحك وكلش سخيف. يعني ليش تسوي قناة باسم غيرك؟ هسه احنا من بدينا كل اليوتيوبرز يعني الناجحين من بدوا ما استغلينا اسم احد. احنا بدينا من الصفر وصعدنا والله وفقنا. موضوع كلش يعني تافه، كلش يضحك. ما ادري والله انه الناس تفكر تفكير مختلف، والله ما ادري. بس حبيت انبهكم حتى الناس ما يضحك عليها ويستغلوهم. دير